بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الآن الحمد لله انتهينا من العمرة، نسأل الله القبول والإخلاص. وأنا كما تعرفون أيها الأحبة في الله، عندما نرى الشيء الذي يبهج القلب ننشر أشياء كما أقول لك جميلة الحمد لله وتسر الناس، لأن بعض الناس يأتي إلى مكة المكرمة ويأتي إلى الحرمين، يأتي إلى بلاد السعودية، يترك كل الخيرات لأن في قلبه مرض. هذه معروفة، لأن الآن شوف سبحان الله، الآن أخبرني أحد المسؤولين قال لي من قبل عندما كان الناس ينتهون من السعي ماذا يفعل بعض الناس؟ يذهب في الحائط يقص الشعر، ففعلوا ايش؟ التحلل من النسك مجانيا. عربيات تأتي ما شاء الله، شوف من المسعى، ها المسعى هنا تخرج من المسعى، ها شوف الناس تخرج عند العربيات هنا، يوريك في عربيات هنا، شوف ما شاء الله عربيات. لا انا قلت حل تنسك، ما هو القص بس قص الشعر. الشاهد بارك الله فيكم، بعض الناس الكذابين اللي عندهم بغض الدولة السعودية حفظها الله والجهودات تسهيل أمور المعتمرين في عربيات، ونفعل فيديو آخر، لكن ما شاء الله جزاهم الله خير بارك الله فيهم. اللي في قلبه مرض، الذي يحب أن يرى الغرب تتطور ولكن لا يبغض يرى الدول العربية الإسلامية متطورة، عنده بغض، لأن ربما هو من أبناء القرامطة المجوس، فجزاهم الله خير. شوف هذه شوف، هذا 24 ساعة ينظف، ليس هو شخصيا لكن تنظيف. شوف ما شاء الله، في أناس ما شاء الله جزاهم الله خير بارك الله فيهم. شوف هنا في عربيات أخرى في جهات أخرى تذهب، اللهم بارك جزاهم الله خير بارك الله فيهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبعض الناس باش يسأل نفسه أين يذهب أموال بلده أو أمواله هو شخصيا، طيب يقول لك أين أموال السعودية؟ ما شاء الله الله أكبر، راهم هنا إفطار، الصناية، الصيانة، تنظيم، اللهم بارك وزد، اللهم بارك وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم. التوسعات يا أخي مليارات، الله أكبر. لكن الذي في قلبه مرض وبغض، والذي يبغض المسلمين والعرب لا يرى إلا الشر، لأنهم من أبناء القرامطة.